السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. خوتي خواتاتي، معكم عالم اماني. الفيديو ديال اليوم مغاير جدا. جبت لكم واحد البلاصه اللي هي واعره بزاف، واحد الفضاء اللي هو ما شاء الله، واحد البلاصه اللي رائعه رائعه، واخا نعيا من نوصفها ما غنعطيهاش حقها. هاد البلاصه وهاد الفضاء كيتواجد فواحد البلاصه سميتها سد القنزره. هاد سد القنزره كيبعد ب 40 كيلومتر على مدينه الخميسات كما قالوا لنا الناس. هاد الفضاء كما كتشوفوا خوتي خواتاتي سميتو لا كازا بينتادا. هاد البلاصه واحد الشاب من شباب ديال هاد المنطقه اسس هاد المشروع ديالو في هاد البلاصه. واحد الفضاء اللي هو فضاء عائلي 100%، متنفس، اللي يقدر الواحد يلقى فيه كل شيء. كاين فين يلعبوا الوليدات، كاين فين يرتاحوا الناس، كاين السد اللي كيمارسوا فيهم الناس الانشطه ديالهم، كاين الصيد، كاين بزاف بزاف ديال الاشياء اللي غتسمعوها من عند صاحب المشروع في اخر الفيديو، اللي غيحكي لنا على الاشياء اللي تيقدمها وفي هذا الاسباس ديالو. خوتي، انا بغيت واخا نعيا ما نوصف لكم، ما غنوصفش هذا الفضاء هذا، نخليكم نتوما تكتشفوه. وخوتي خواتاتي، فضلا وليس امرا، الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من التعليقات ديالكم ومن لي لايك، واللي باقي ما اشتركش معايا في القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي. هانتوما خوتي كما كتشوفوا روعه المكان، مكان يتحدث عن نفسه. هذا الفضاء دايرين به الجبال، وداير به داك البحيره اللي هي تيقولوا لها سد القنزره. مكان رائع جدا جدا، والله ما غتندموش الا جيتوا وزرتوه، ما غاديش تندموا عليه. ونخليكم مع الفيديو اللي يساريكم شويه في هذه البلاصه هذه الزوينه.
وكما كتشوف اخوتي المنظر من الاعلى واعر بزاف بزاف. كنتمنى اللي عجبو الفيديو يقولها لي في التعاليق، وما تنساونيش من ديك التعاليق الزوينه ديالكم. ودابا نخليكم مع السي كريم صاحب المشروع. السلام عليكم، مرحبا بكم. اول حاجه كنتمناو ان شاء الله تعاودوا تزورونا. وهاد البلاصه كتسمى قنزره، السد القنزره. وهاد البلاصه عائليه ياك. كنوفروا بزاف د الحوايج للناس. كاينه الراحه من ناحيه الامن، كاين الامن. وبالنسبه للماكله راه كنصايبوا الفطور داكشي بلدي، البيض البلدي المسمن. والغداء والعشاء كنصايبوا الطنجيه والدجاج البلدي واللحم وداكشي طبيعي. وكاين كنتمناو ان شاء الله الاخوان يجيو يزورونا. كاين ما يتشاف، كاين الغابه، كاين الطبيعه. الله سبحانه وتعالى رحمنا بهذا الشتاء ديالو. راه هادشي كلشي تبارك الله زوين. واللي بغى يجي مرحبا به، وراه غتلقاو النمره في اليوتيوب هنايا ان شاء الله. ومرحبا بكم. وبالنسبه للطريق بالنسبه اللي بغى يعرف فين، اللي بغى يعرف يدير لا كاسا بينتادا، راه في اليوتيوب راه غتطلع له. ونتمناو ان شاء الله هاد السيمانه ان شاء الله راه غنديروا شويه ديال واحد الحفله فيها الحيدوس، فيها داكشي ديال التقاليد، شي عائلي. ونتمناو ان شاء الله تزورونا ومرحبا بكم ان شاء الله. شكرا اختي. بالنسبه للسيد قلتي لنا شنو كاين؟ هذا هو السيد. مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام. كاينه جمعيه الخيمه الزموريه للثقافه والسياحه، يعني كتخدم على التعريف ديال المنطقه بما فيها الاقليم كامل. كنخدموا على الاقليم كامل. والحمد لله بهذه المناسبه ديال راس السنه غادي نديروا حفل في هذه لاكاسا، يعني فيها الحيدوس، فيه الراب، فيه قناوه، فيه الالعاب الناريه، فيه الطرابي. يعني حفل ان شاء الله نتمنوا يدوز ممتاز باذن الله. ومرحبا بكم. واللي بغى هذا كيدخل لاباج الخيمه الزموريه للثقافه والسياحه، فيها لاباج فيها جميع المعلومات ديالكم. متشرفين سيدي وتبارك الله عليكم. سي كريم، بالنسبه للدخول، الدخول مجاني بالمجان؟ الليله كيكون فيها التيكي. فيها التيكي، راه الا دخلتي لاباج غتلقاي فيها هذيك المعلومات كامله. فيها التيكي. وبالنسبه للايام العاديه؟ الايام العاديه راه عادي الدخول عادي. كيبقى غير الخلاص ديال كل شي حاجه قليله، ماشي شي حاجه الله يا ودي، شي حاجه مناسبه. كاين اللي بغينا كنشجعوا هاد الناس باش يجيو عندنا لهاد المنطقه هذه، يعني من الشباب ديال المنطقه. الله كدلنا فين الله كنا فين كيتساراو الناس وكيصيدوا الحوت، وكاين الفلاك باش كيبقاو يتساراو، وكاين هنا الجبال، كاين ما يتشاف. يعني كتنظموا انشطه ان شاء الله وغتشوفوا كلشي بعينيكم ان شاء الله. شكرا السي كريم، تبارك الله عليكم. وهنا خوتي خواتاتي غنكونوا سالين الجوله ديالنا في هذا الفضاء الرائع جدا، ونتمنىكم تزوروه. واللي زاروا يقولها لي في التعاليق، وقول لي كي جاه المكان. ومع السلامه جميعا في فيديو قادم ان شاء الله.